انطلق هذا الأسبوع للعرض على شاشات العالم الجزء الأول من الجزء السابع والأخير من سلسلة أفلام هاري بوتر، وبكده يكون عرض هذه السلسلة استمر أكثر من 10 سنوات على شاشات السينما. تم عرض 6 أجزاء حققت نجاح جماهيري كبير بين مختلف الأعمار، وأيضا نجحت في تحقيق أكثر من 5 مليار دولار. النهاردة احنا معاكم والعرض الخاص لفيلم هاري بوتر ذا ديثلي هالوز بارت 1 أو هاري بوتر ومقدسات الموت الجزء الأول. فيلم هاري بوتر and the Deathly Hallows يقوم ببطولته دانيال رادكليف، إيما واتسون، روبرت جرينت. ومن المثير للدهشة أن دانيال ريد يعتبر أكثر ممثلا دخلا في العالم لعام 2009. يعتبر الفيلم من أفلام الخيال العلمي والأكشن، وتدور أحداثه حول هاري وأصدقائه الطلاب في مدرسة للسحر، وبيحاولوا القضاء نهائيا على قوى الشر من خلال صراع ما بين الخير والشر. ده بيكون في جو مليء بالخيال والسحر. حققت سلسلة الأفلام الشهيرة هاري بوتر نجاحا منقطع النظير في أوروبا والوطن العربي، وذلك منذ ظهورها عام 2001 حتى الآن. وقد وصل مجمل إيرادات السلسلة إلى أكثر من 5 مليار دولار أمريكي. الجديد في هاري بوتر السنة دي إن الجزء السابع ينقسم إلى قسمين، الجزء الأول تم تقديمه هذا العام، والجزء الثاني هيتم تقديمه العام القادم 2011 وهيكون 3D. من داخل صالة العرض كان لنا لقاء خاص جدا مع الناقد السينمائي الكبير دكتور رفيق الصبان. أهلا بيك على شاشة نايل سينما. أهلا وسهلا بيك. رأي حضرتك في الفيلم إيه؟ والله شوفي، أولا زي ما قلت لازم الإنسان يدخل لهذه الأفلام وعنده قلب طفل ويبص له من غير ما يحكم عقله ولا منطقه، لأنه لو حكم عقله ومنطقه مش هيصدق. لكن لما هيرجع لعالم طفولته وعالم السحر وعالم المعجزات وعالم الحاجات الغريبة والحاجات هيتاخد. وطبعا أنا بعتقد أنه ده سبب السحر اللي تتمتع فيه أفلام هاري بوتر. هذا النجاح لم يتوقف عند الجزء السادس فحسب، بل امتد للجزء السابع والأخير من السلسلة. فقد وصل هاري بوتر and the Deathly Hallows Part 1 إلى المرتبة الأولى في البوكس أوفيس الأمريكية، وحقق في أول يوم عرض 1.4 مليون دولار أمريكي. من داخل صالة العرض كان لنا لقاء مع المحلل السينمائي علاء الكركوتي. أهلا بيك على شاشة نايل سينما. أهلا بيك. رأي حضرتك في الفيلم؟ هو بالنسبة لي الحقيقة ده أفضل جزء في السلسلة لغاية دلوقتي. في الاتجاه اللي عملوه في الفيلم ده يعتبر غير باقي الأجزاء تماما، سواء في مشاهد السوداوية اللي خلينا نقول هو أكتر بلاك الفيلم، في سواء مشاهد الرعب أو محاولة مخاطبة جيل أكبر من المراهقين المحبين السلسلة. الجزئين دول أنا في رأيي أثروا على إيقاع الفيلم، لأن خلوا الحتت التقيلة اللي إحنا متوقعينها، وهي اللقاء في مملكة الموت ووصول هاري بوتر لهذه المملكة حيث ستتم المعركة النهائية بينه وبين خصمه. كنا منتظرينها متوقعينها من أول الفيلم، وخلص الفيلم، خلص الجزء الأول وما جتش، وإنما أدونا هنت إنها هتيجي في الجزء الثاني. ده أكتر سلسلة في تاريخ السينما جابت إيرادات، احنا بنتكلم في حدود 7 مليارات لغاية دلوقتي، ويمكن توصل ل10 مليارات لو عمل الجزء ده والجزء اللي بعده نجاحات كبيرة. يعني أنا في رأيي الفيلم 2.5 ساعة، لو كان 2 ساعة كان هيبقى إيقاعه أحلى بكتير. لكن الحاجة الجديدة بالفيلم إن جيت في مقاطع كتيرة دارت في المدينة، وده حاجة جديدة على أفلام هاري بوتر، وفعلا المخرج استغلها بطريقة هايلة جدا جدا، الأسانسيرات والمساحات العامة والشوارع والحاجات.
وما زالت مشكلة القرصنة وسرقة الأفلام على النت مستمرة، فبرغم أن عرض الفيلم بدأ عالميا منذ يومين إلا أن البعض نجح في سرقة 36 دقيقة وتم عرضها على النت قبل عرض الفيلم عالميا بيومين. البعض تساءل هل ده كان إهمال من شركة الإنتاج أم أن شركة الإنتاج هي اللي قامت بتسريب هذه الأجزاء عن قصد من باب الدعاية للفيلم. The longer we stay here, the stronger he gets. I must be the one to kill Harry Potter. الافلام عمال تسرق كامله، فلما بيتسرق بس 36 دقيقه فمعناها ان في إن يعني واحد قدر يسرق 36 دقيقه هيسرق الفيلم كله. وبعدين ما حدش قادر يوقف تجاه القرصنه، يعني فعلا بقت حاجه غريبه جدا جدا ان فيلم بيطلع بعد يومين ثلاثه هتلاقيه بالاسواق ب 20 جنيه وب 25 جنيه. شيء غير ممكن طبعا، بس لذة افلام زي دي انك تشوفيها على الشاشه الكبيره مع الافيهات الصوتيه مع جمال الالوان، ما فيش ولا فيديو في العالم ولا قرصنه في العالم تعادل المتعه انك تشوف الفيلم ده زي ما اتخلق يعني على الشاشه. أما عن كاتبة الرواية فهي البريطانية جي كي رولينج اللي قالت إنها ما كانتش متوقعة النجاح ده خالص، بالعكس واجهت العديد من الصعوبات مع الناشرين اللي رفضوا طبع الرواية، إلا إن ناشر واحد فقط هو اللي غامر وطبع الرواية، وده اللي شجعها على كتابة الأجزاء السبعة وتوالت النجاحات. وما زلنا معكم من داخل صالة العرض السينمائي، كان لنا لقاء مع الناقد السينمائي الأستاذ رامي عبد الرازق. أهلا بيك على شاشة نايل سينما. اهلا بيكي واهلا بنايل سينما. تقييم حضرتك للفيلم ورأيك الاختلاف بين هذا الجزء والأجزاء الستة السابقين. بصي، هو مما لا شك فيه ان هذا الجزء مختلف تماما عن الاجزاء الستة السابقة، واتصور انه كمان هيبقى مختلف عن الجزء القادم. كلا الجزئين، هذا الجزء والجزء القادم مأخوذين عن رواية واحدة وتم قسمها نصين وعرضها من خلال جزئين كفيلم. يعني الرواية كملحمة انتهت، لكن كملحمة سينمائية كملحمة أدبية انتهت، كملحمة سينمائية هي مستمرة. المقطع الجميل جدا اللي عجبني هو حكاية الإخوة الثلاثة اللي اتعمل على طريقة الرسم، يعني فعلا كان وصل إلى أعلى درجة من التكنيك ومن التأثير. يعني أنا كنت مبهور بهذا المقطع بالذات. الحقيقة أنا شايف إنه مش بس إبهار، يعني في سيناريو متماسك، ده أهم نقطة. حتى لأي حد ما تابعش باقي الأجزاء هينبهر بالطريقة، هرجع أقول سوداوية بس بشكل إيجابي اللي غير معتادة في سلسلة هاري بوتر. فكرة إن فيلم يستمر ل10 سنوات بنفس النجوم أو نفس الأبطال، ده عمل تعايش ما بين الجمهور وارتباط بينهم بدون شك. لكن شوفي، أنا حسيت إن إيما واتسون نضجت جدا يعني بالفيلم ده. سرقت الفيلم من هاري بوتر. شخصية هذا الجزء بصريا ودراميا مختلفة تماما عن شخصية الست أجزاء السابقة، وأتصور أن كل ما ينتظره عشاق هاري بوتر من معارك سحرية ومن مواجهات سوف يكون في الجزء القادم اللي هو الجزء الثامن اللي هيتعرض في يونيو 2011. لكن هذا الجزء هو جزء عاطفي بالأساس، جزء سينمائي جدا. كبار لما بيشوفوا الفيلم ده بيسترجعوا في طفولتهم، والأطفال بيحسوا ان ده عالمهم اللي ممكن يصدقوا فيه كل حاجه، لان الطفل ما عندوش منطق، يسحر باللي بيشوفه، عاوز الغرائب كلها تبقى واقعيه، عايز يصدقها، عاوز يشوفها، عاوز يعيشها. الناس اللي ابتدوا مع الجزء الاول من هاري بوتر وكان عندهم 10 سنين او 15 سنه، هم بالنسبه لهم كانوا دول عايشين معاهم. الناس اللي فجاه او اللي كان سنهم كبير وتابعوا هاري بوتر برضه هيستمروا معاه. فدي ميزه اساسيه، دي ما حصلتش في تاريخ السينما، يعني انه يبقى في نفس الممثلين بيكبروا من اول جزء لاخر جزء. ده اكيد احد الاسباب الرئيسيه في نجاح السلسله. هاري بوتر and the Deathly Hallows Part 1 إنه بحق الأفضل في السلسلة حتى الآن. هنا قدر الفيلم يجمع بين الاثنين، حنين الكبار لهذا العالم واستغراق الصغيرين بهذا العالم. كنا معكم من داخل العرض الخاص للجزء الأول من الجزء السابع والأخير لسلسلة أفلام هاري بوتر بعنوان هاري بوتر والمقدسات الموت. دايما استنونا وكل ما هو جديد سينمائيا فقط على شاشة نايل سينما.